هو ده مش احسن مكان انت ممكن تاكل منه مسخن فلسطيني، بس انا هقول لك انا ليه بحب المكان ده. اول حاجه مع ان المكان فلسطيني، ولكن هم بيعملوا المسخن الفلسطيني في العيش اللبناني عشان يبقى كريسبي، وده بيكون فراخ محطوط عليها دبس رمان ومحطوط عليها بصل وسماق ومنقوعه في زيت زيتون بكر من فلسطين. تعال نجرب. هقول لك ليه بقى ده مش احسن مكان تاكل منه مسخن فلسطيني. مبدئيا الساندوتش ده سعره 210، حجمه بالنسبه لسعره بصراحه يعني هو سعر غالي شويه، ولكن كطعم هو كرانشي قوي. دبس الرمان بيبقى حلو قوي مع البتاع ده، يعني انت بيديك واحد دبس رمان كده تروح عامل كده تبقى حلوه قوي بقى مع السماق والبصل والفراخ وطعم زيت الزيتون باين. هو الساندوتش حلو قوي بس سعره يعني انا بحس ان هو غالي، فمش عارف. انا بحب اجيبه، يعني انا مش مهم بصرفها. تاني ساندوتش انا بحب اجيبه من هنا، وهم تقريبا دول الساندوتشين الوحيدين اللي انا جربتهم من عند حمص. هو الكفته راب كريسبي، بيكون كفته هم اللي بيعملوها عندهم كلها وتحط برده في العيش اللبناني، وانا بحب اجيب دبس الرمان برده معاها، ده بيبقى اكسترا ما بيجيش مع الساندوتش. بحط شويه دبس رمان كده هنا. شايف الدلع؟ شايف الدلع بقى؟ لازم تجيب واحد دبس رمان مع الكفته دي وتدوق. بص انا احلى حاجه بحبها في الساندوتش ده ان هو بيحط طحينه وبصل جوه، بس برده الساندوتش غالي جدا 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 بالنسبه لحجمه. هو تقريبا ب 200 جنيه بالضريبه او حاجه كده، فساندوتش كفته ب 200 جنيه يا جماعه يعني مبالغ فيه، ولكن طعمه حلو. هتتبسط قوي 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 قوي. يعني لو هيبقى في باد كومنت واحد بس غير الاسعار، يعني الاسعار دي مش مهم، دي حاجه كده كل واحد ورايه، ان هو البطاطس هنا ما بتبقاش حلوه قوي لو انت خدت الساندوتش ومشيت، عشان البطاطس بتبوش من كتر الجوس اللي بينزل من الكفته. بس كده، ده كان ريفيو على السريع. كان معاكم هوبا. جربوا حمص، جربوا الساندوتشين دول. لو عايزين تجربوا ايتمز ثانيه طبعا براحتكم. بس كده، السلام عليكم.